السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن 4 نقاط مهمين لازم تكون مدركهم قبل ما تجيب نتيجة الثانوية العامة. وانا مقدر جدا التوتر اللي انت فيه حاليا والضغط اللي انت حاسس بيه، ان الكليك ده والضغطة دي هي اللي هتحدد مصيرك خلال 4 أو 5 سنين جايين، لان انا عشت اللحظة دي كذلك وسجلتها بالمناسبة. النتيجة دلوقتي ظهرت تقريبا الحمد لله. يعني تعال نشوف ان شاء الله جبت كام. يعني الموقع معانا شوية ولكن ان شاء الله هيبقى تمام يعني باذن الله. اتمنى ذلك يعني باذن الله. ربنا يستر ربنا يستر اهو. ولكن المهم ان انا مقدر جدا المجهود اللي انت بذلته طول السنه والتعب اللي انت تعبته عشان اللحظه دي. فسواء كانت النتيجه جت زي ما انت متوقع او ما جاتش زي ما انت متوقع، فشوف الفيديو ده للاخر لانه هيفرق معاك جدا باذن الله سبحانه وتعالى. مش عاوز اطول عليك، يلا بينا نبدا. اول حاجه لازم نكون مدركينها هو الحديث ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، اذا اصابته سراء شكر وإذا أصابته ضراء صبر. هو المعنى ده المعنى ده لو أدركته هيريحك خالص. نقطة إنك لو جبت مجموع أنت كان نفسك فيه وبالتالي دخلت الكلية اللي أنت كنت عايزها، فهو ده الخير ليك. وكذلك لو أنت جبتش مجموع كويس، حتى لو أنت كنت اجتهدت وعملت اللي عليك واتظلمت في الآخر وما دخلتش الكلية اللي أنت كان نفسك فيها، فهو كذلك هو الخير ليك. ممكن تشوف الامور بظاهرها دلوقتي ان هي سوداويه وان انت اتظلمت وان انت ما حققتش حلمك والكلام الجميل ده كله، ولكن بعد كام سنه او بعد فتره ممكن تدرك الحكمه من ده كله. ان انت لو كنت دخلت الكليه انت كنت عايزها زمان، ما كانش زمانك في المكان اللي انت فيها دلوقتي، وساعتها تحمد ربنا ان انت ما دخلتش الكليه دي اصلا. فصدقني هو دي الحقيقه، هو ده الواقع. ارضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، تزعل عادي، تدي الموضوع قدره، ولكن تكون متيقن ان ده الخير ليك فعلا، وان اي حاجه غير اللي حصل لك ده مش هو الخير وش، وما كنتش هترتاح، والايام هتبين لك ده. قال تعالى: فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. سبحان الله يا اخي، ربنا سبحانه وتعالى اعلم بالخير ليك فين. ربنا سبحانه وتعالى اعلم بالكليه الافضل ليك والمناسبه ليك. فايا كانت النتيجه بتاعتك، سواء حاجه انت كنت بتتمناها وعايزها، سواء انت تعبت وعملت اللي عليك وجبت اخرك وما وصلتش لاخر حاجه في الاخر والنتيجه ما كانتش مرضيه بالنسبه لك، او انت كنت مستهتر وعملتش اللي عليك، ايا كان اللي حصل، فاللي حصل دلوقتي هو الخير ليك. فمن الافضل دلوقتي ان انت لا تبكي على الاطلال وما تقعدش تصيح، وترضى بالواقع وتحزن اكيد طبعا عشان انت بشر، وتفرح برضو عشان انت بشر، ولكن ادي الامور قدرها، ادي الثانويه العامه قدرها وحجمها. كنا عملنا بودكاست انا ومحمد ابو بكر، هتلاقي من هنا اتكلمنا فيه عن الثانويه وماذا بعد الثانويه، ما تشوفه من هنا. ولكن في الاخر لازم تكون متيقن ان اللي حصل هو الخير ليك، واللي بيحصل لك دايما هو الخير ليك، سواء الظاهر عاجبك او الظاهر مش على مزاجك او ظاهره شر. تذكر دايما المعنى ده: والله يعلم وانتم لا تعلمون. فايا كان اللي حصل واللي هيحصل هو الخير ليك. تاني حاجه محتاج تدركها ان الثانويه العامه مش نهايه الحياه، هي مرحله وانتهت، سواء انت دخلت الكليه اللي انت كنت عايزها او ما دخلتش الكليه اللي كنت بتتمناها. الثانويه العامه مش النهايه، بل هي بدايه لمرحله جديده، وعيك يتشكل بشكل افضل، تبدا فيها تخوض تجارب هتفرق معاك في حياتك، هتبدا فيها تتعرف على ناس جديده، صحبه كويسه باذن الله سبحانه وتعالى. مرحله جديده هتفرق معاك في حياتك بشكل او باخر. وعندنا امثله كتيره جدا لناس دخلوا كليات انت بتتمناها، وبعد ما خلصوا الكليه وتخرجوا عملوا كارير شيفت وما اشتغلوش بالكليه دي، او في ناس في وسط الدراسه سابوا الكليه وراحوا كليه تانية، او سابوا دراسه خالص واشتغلوا في مجال بعيدا عن مجال دراستهم. وانا مش بقول لك انك تعمل كده، بل بالعكس، لو انت حابب الدراسه، حابب المجال اللي انت دخلت فيه، اجتهد وهات اخرك ودوس وربنا معاك واشتغل بيه، مفيش اي مشكله اطلاقا، وده الطبيعي المفروض يحصل. ولكن انت هتعرف انت بتحب الكليه دي ولا لا. على اي اساس بتقول انا بحب هندسه وانا بحب طب وانت ما تعرفش عنهم حاجه اصلا؟ ولكن ده مش موضوعنا، ده موضوع الفيديو جاي. تاكد انك عامل سبسكرايب وفعل الجرس قبل ما تكتب رغباتك، يبقى شوف الفيديو ده ان شاء الله. ولكن المهم ان الثانويه مش النهايه، صدقني، وهي بدايه لمرحله جديده مهمه في حياتك. كميه التجارب اللي هتعيشها فيها هتفرق معاك جدا، والاهم دلوقتي ان انت محتاج تقعد مع نفسك وتشوف ازاي تستغل الفتره دي من حياتك، وده اللي بنتكلم فيه في النقطه الثالثه. ثالث حاجه واللي هتساعدك ازاي تستغل المرحله الجديده في حياتك بافضل شكل ممكن، وهي انك تدرك قيمه الوقت، تدرك قيمه وقتك، وان فعلا راس مالك الحقيقي هو الوقت. هي جمله كليشيه بنسمعها كتير جدا، ولكن ده واقع جدا. انت عباره عن وقت، اول ما وقتك في الدنيا ده ينتهي
خلاص بتموت. الوقت هو الحاجة اللي بتدفعها عشان تتعلم شيء معين، عشان تستثمر في نفسك وتتعلم مهارة معينة. بتدفع ساعتين 3 أو 4 من وقتك عشان تتعلم ازاي تعمل الحاجة دي في الفوتوشوب مثلا. ده استثمار بشكل او باخر، انت دفعت وقت وتعلمت مهارة معينة بشكل او باخر. هل نظرتك للوقت ازاي؟ بتنظر للوقت ازاي؟ هل بتنظر للوقت بتاعك على انه حمل ثقيل عليك عايز تخلص منه بأي طريقة، سواء بقى على السوشيال ميديا، على جيم بتلعبها او ايا كان، ولا بتنظر الوقت على انه حاجة ثمينة بتحاول تستغلها قدر استطاعتك عشان تستثمر في نفسك وتتعلم مهارة معينة او شيء معين؟ نظرتك للوقت ازاي؟ محتاج تقعد مع نفسك وتشوف انت بتنظر للوقت ازاي. الوقت هو اثمن حاجة انت بتمتلكها. خلينا نديني مثال عشان نوضح الامور اكتر. لو انت جبت 5 ساعات من يومك وقعدت تتفرج على السوشيال ميديا، تتفرج على فيديوهات على اليوتيوب، تلعب جيمز الى اخره دي كلها، عامل زي الشخص اللي جاب الفلوس وحرقها بالظبط. هي دي، تعامل مع الوقت كأنه فلوس. انت الساعة اللي ضيعتها دي من غير ما تطلع منها بحاجة مفيدة، انت يعتبر حرقتها حرفيا. مش بقول ان انت هتقدر تستغل وقتك كله مرة واحدة او اغلب الوقت، او انك تتعلم وتشتغل ومش عارف ايه. لا طبعا هيبقى فيه وقت ترفه فيه عن نفسك ولا شك، ولكن انا بتكلم دلوقتي الاغلب على يومك ايه. هل انك بتستثمره؟ هل انك بتتعلم حاجة معينة؟ ولا الاغلب من يومك ان هو ضايع اصلا؟ فاهمني؟ وعلى الصعيد الاخر الشخص التاني اللي بيتعامل على الوقت كأنه فلوس فعلا، هو بيحاول يستغل الوقت وقدر استطاعته، عامل زي اللي جاب فلوس ودخلها المكنه وطلعت قماش. فاهمني؟ ادته فاليو. تعامل مع الوقت بهذا المنظور، واعتقد نظرتك هتختلف عن الوقت وهتحاول تستغله قدر استطاعتك. فلازم تتعامل على هذا الاساس. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. الفراغ اللي هو الوقت. لازم تكون مدرك للنعمه العظيمه دي. فكره انك ما ادركتش الموضوع ده بدري هتندم ندم سنين بعدين. وانا شايف ان مرحله الجامعه، اقل جامعه دلوقتي حاليا هي 4 سنين. تقدر خلال ال4 سنين دول تتعلم مهاره جنب دراستك ايا كانت كليتك ايه، ويا ريت تكون مهاره بعيدا عن مجال دراستك. يعني تدرس هندسه، اتعلم جرافيك مثلا، اتعلم فيديو اديتنج، اتعلم بروجرامينج، اي مهاره تساعدك تجيب دخل من خلالها، بحيث انت لو ما مشيتش في الكليه اللي انت فيها تلاقي طريق تاني تمشي فيه بشكل او باخر. وبركز على نقطه انك تجيب دخل من خلالها. ان 4 سنين كافيين جدا انك تتقن مهاره زي البروجرامينج، مهاره زي الفيديو اديتنج، مهاره زي الجرافيك ديزاين بشكل او باخر، وتقدر تجيب من خلالهم دخل. اما اقتصارك على الكليه بس فده شيء سلبي جدا، لان اغلب الكليات في مصر، يعني بالذات الكليات اللي مش عمليه، مش بتتعلم حاجه للاسف الشديد جدا. ال4 سنين اللي هتخشهم او ال5 او ايا كان ممكن تاخدهم في سنه واحده بره الكليه خالص لو العلم نفسه يعني. فالله المستعان. رابع حاجه، ودي تعتبر اهم حاجه في وجهه نظري، ايه الهدف من ده كله؟ ايه الهدف من الثانويه العامه؟ عشان تخش كليه كويسه، تمام، دخلت الكليه اللي انت بتتمناها، تمام، بعدين اتخرجت من الكليه اللي انت عايزها، جميل جدا جميل جدا، وبعدين كذلك اشتغلت بالكليه اللي انت بتتمناها والدنيا تمام معاك، جمعت فلوس كتيره جدا، يلا بينا نتجوز ونجيب عربيه ونسافر ونروح ونيجي، جميل جدا. وبعدين برضه مش فاهم ايه الهدف من ده كله؟ ايه الهدف من وجودك هنا اصلا؟ فكرتش الموضوع ده قبل كده صح؟ ماذا بعد؟ هتموت، هيبقى في حساب، هيبقى في جنه ونار. هل فكرت في النقطه دي خالص؟ محتاج تذكر نفسك دايما بالمعنى ده. للاسف شديد كل اللي انت عملته ده، كل مجهود انت بذلته، لو كنتش خدت فيه نيه انك تعمل ده لله سبحانه وتعالى، ملوش اي 30 لازمه. هل انت الموضوع ده في دماغك؟ هل انت مدرك للنقطه دي، ان الهدف من الثانويه العامه والهدف من حياتك عامه ان في اخره؟ هل انت الدين واخد حجمه الحقيقي في حياتك؟ انت للاسف الشديد طول السنه دي، طول حياتك، لما كنتش بتضع نيه انك بتعمل الاشياء دي لله سبحانه وتعالى، فانت العمل ده مهما بلغ، العمل الدنيوي مهما بلغ هو لا شيء. مهما وصلت من السلطة، مهما وصلت من الشهرة، ومهما جمعت من الفلوس، فهو لا شيء يعني. والشاطر اللي هيقول لي ايه علاقة ده بالثانوية العامة وهيقعد يصيح في الكومنتات، فلا فعلا يعني قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حاجة في حياتنا لله سبحانه وتعالى، لازم تاخد فيها نية. انت لو خدت نية في مذاكرتك وانت بتذاكر الثانوية العامة، انك بتسعى لطلب العلم، انك بتسعى لطلب الرزق عشان تعف نفسك فيما بعد، عشان تتجوز وتعف نفسك، ده كله في ميزان حسناتك. انك بتتعلم علم نافع تفيد المجتمع وتفيد اخوك المسلم وتوسع على اهلك بشكل او باخر، ده كله في ميزان حسناتك. فانت لازم الدين ياخد موضوع الحقيقي في حياتك. تخيل معايا يعني
يعني كريستيانو رونالدو، ميسي، إيلون ماسك اللي كان بيقول ما عنديش مشكله اخش النار، الراجل ده بلغ من العلم وبلغ من الشهره وبلغ من المال. انت لو عشت طول حياتك مش هتجمع ربع ولا خمس ثروته يعني. الراجل ده يوم القيامه لا وزن له. انت احسن منه، انت احسن منه بدرجتك اللي مش عاجباك دي، انت احسن منه بالكليه اللي داخلها غصب عنك ومش حاببها، انت احسن منه. انت لو نظرت للامور على حقيقتها الموضوع هيختلف، الموضوع هيختلف. لو اديت للدين حجمه الحقيقي في حياتك هترتاح صدقني، هتعرف فعلا عجبا الامر المؤمن انما كل خير. الكليه دي دخلتها وانا مش عشان انا كنت مقصر او انا عملت اللي عليا واتظلمت عشان اخش الكليه دي وهي مش عاجباني، بس انا محسن ظن سبحانه وتعالى ان ده الخير ليا وانا راضي بقدر ربنا سبحانه وتعالى. الامور بنظرتك للاشياء هتختلف اطلاقا، فانت لازم ترى الامور على حقيقتها. هو ده الهدف من الثانويه، هو ده الهدف من الحياه بصفه عامه. لازم تكون مدرك للنقطه دي، لازم ما تخليش الدنيا تسحلك. انا عارف الدنيا مزينه وفي سباق، ابن خالتك وابن عمتك وجاب 99 وانت جبت 98 ونص، فاهم، وصراع في كل حاجه في الدنيا وسباق، ولكن الدين فين في حياتك؟ ربنا فين في حياتك؟ مش حاله هو اللي انعم عليك بكل النعم دي؟ انعم عليك انك دخلت ثانويه، انعم عليك انك صحيح في جسدك وبتمشي عادي وبتروح وبتيجي، انعم عليك بالموبايل اللي بتتفرج عليه منه. نعم لا تعد ولا تحصى. فين ربنا من حياتك؟ فين ربنا من ده كله؟ انا بذكر نفسي واياك، ادي الدين قدره في حياتك عشان ما تندمش بعد كده. الحياه دي كلها ملهاش قيمه لو ما كانتش لله سبحانه وتعالى. وصدقني في جنه في نار، في جنه وفي نار، في حساب، هتتحاسب على كل حاجه بتعملها، كل كلمه بتقولها. لو خدت النيه في كل حاجه انت بتعملها ان شاء الله في ميزان حسناتك. يعني خد نيه، في نيه كل حاجه بتعملها، في نيه. حتى النوم، بتنام عشان تتقوى على العباده باذن الله سبحانه وتعالى، عشان تتقوى على طلب الرزق. لو طول نومك لو خدت النيه دي في ميزان وانت نايم في ميزان حسناتك، عدد الحسنات شغال. فلازم الدين ياخد موقف في حياتك. للاسف في ناس كتيره في سننا واكبر مننا واصغر مننا وبالغين ويسألوا عن افعالهم ما بيعرفوش يتوضوا، بيتوضوا غلط، فبالتالي صلاتهم ما بتبقاش صحيحه. محتاج ترفع الجوع على نفسك، محتاج فتره الجامعه من اهم حاجه تتعلمها زي ما قلت، تتعلم مهاره معينه، محتاج تتعلم ما لا يسعى المؤمن جهله. ترفع الجهل عن نفسك، ازاي تصلي، ازاي تتوضا، ازاي تصوم، الامور دي كلها الاساسيات، الفروض بس، فاهم. قاعد تزداد في طلب العلم، توكل على الله، استعن بالله وتوكل، ولكن بتكلم عن الاساسيات اللي انت محتاج تتعلمها. لازم يا حبيبي والله لازم الكلام ده بذكر نفسي وبذكرك. يعتبر دي اهم نقطه، هي دي الفارق. لا يضرك شيء ان انت شلت الثانويه عامه كلها، لا يضرك شيء لو شلت الثانويه عامه كلها ودخلت الجنه. هو ده الفوز العظيم، هو ده. اسف اطلت في النقطه دي جدا، ولكن النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. وبس بالتوفيق للجميع في المرحله الجايه، سواء دخلت الكليه انت عايزها او ما دخلتش. للاسف الشديد صدقني ده الخير ليك، واستعمل سبحانه وتعالى وجد نيتك دايما في الحاجات اللي بتعملها، الحاجات العاديه اللي بتعملها، ان شاء الله تصاب على ذلك. واسيبكم مع تجارب ناس صحابنا يعني حاليا شغالين في سوق العمل، واللي لسه بيدرسوا، واللي في الكليات انت بتتمنى تخشها، تجربتهم في الثانويه عامله ازاي. فيلا بينا.